بألف هنا. ايه يا عبدو الاكل المقرف ده؟ انا مش هاكل منه، اطلب له اوردر من بره. ليه بس كده يا شمس؟ ده انا حاطه نضيفه في اكلي وواقفه طول النهار عشان اعمل لك الاكل ده. بالظبط يا حبيبتي، ده اللي حصل. مراتي واقفه من امبارح اصلا بتجهز في الحاجات وبتحضر فيها، والنهارده النهار كله هي صايمه وتعبانه واقفه بتجهز فيه، وتيجي في الاخر تقولي الاكل المقرف ده وعايزه اكل من بره. انا بقى بصراحه مش طايقه الاكل ده، مش موضوع حباه ولا مش حباه، بس يعني هاكل حاجه غصب عني. ايه القرف ده؟ لا طبعا يا حبيبتي يا شمس، ما ينفعش تاكلي حاجه غصب عنك. اطلب لها الاوردر من بره اللي هي عاوزاه تحت امرها. ايه دي بس يا داليا يا حبيبتي، يا حبيبتي طب بس جربي كده تاكلي من الاكل. على فكره والله يا مراتي اكلها نضيف وهيعجبك قوي، ده قبل كل حاجه بتغسلها وبتغسل ايديها ونضيفه جدا والله في المطبخ. جربي، ان ما عجبكيش يا ستي خلاص هطلب لك اوردر. قلت لك مش عايزاه، مش حباه يا اخي. خلاص ماشي ولا يهمك. طب بعد اذنك يا عبدو انا هخش الاوضه جوه، لو احتجتوا اي حاجه كلموني. مش فاهمه ينفع والله كده اللي ما عندك الذوق؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا مش عايز اتكلم ولا اغلط فيك قدامها. بقول لك ايه، انا صايمه طول النهار وتعبانه. انت عيب اللي انت عملتيه، تكسري بخاطرها ليه؟ واقفه تعبانه النهار كله ومن امبارح بالليل بتجهز علشان خاطر تعمل لك لقمه نظيفه، وجايبه لك بصي مغلفاه كأنه جاي من مطعم علشان خاطر نفسك تتفتح وتاكلي، تقوم انت تقل ادبك بالطريقه المعفنه دي الزباله من دي. حقي ان اكل اللي انا اللي عايزاه. لا مش من حقك طبعا، من حقك طالما الاكل اتحط والاكل نظيف واكل كويس يبقى تاكلي منه وتسكتي. وحتى لو الاكل ما كانش عاجبك ولا مش على هواكي او شفت حاجه فيها قرفتك تعملي نفسك ان انت بتاكلي علشان خاطر على الاقل تجبري بخاطرها. انما اللي انت عملتيه ده غلط. وعامه ماشي، انا تليفوني جوه، اخش اطلب لك الاوردر اللي انت عايزاه. خش يا اخويا. قال هي اكلنا حاجه غصب عني، هو الواحد ناقص قرفها حتى. حقك عليا يا حبيبتي، انا عارف ان انت قد ايه مكسوره دلوقتي وزعلان، بس والله غصب عني ومعلش. حطيها تحت بند ان هي لسه عياله صغيره ومش فاهمه يعني ايه جبر خواطر. انا اسف يا داليا وحقك عليا. هي جرحتني يا عبدو، حسستني ان انا ست مش نضيفه في بيتي. بالعكس عملتني مهانه، عملتني ان انا خدامه في البيت ده. لو خدامه مش هتعملني خدامة ايه كده. بس يا حبيبتي؟ عيب، ده انت مراتي وحبيبتي وتاج راسي، يعني ده انت الكل بيشهد باكلك ونظافتك ويعني ده انت لما بتعملي اكل الشارع كله بيعرف انت عامله ايه من الريحه. حقك عليا انا، معلش حقك عليا، انا اسف بالنزاعات عنها. ربنا يكبر بخاطرك يا عبدو، هطلع سيبني بالله عليك. هطلع اطلب لها اكل تاكل وتتكل على الله، وحقك عليا جدا. ماشي بعد اذنك. ماشي.